اقول لك نمايه؟ تقولها لي انا؟ طب ما عندك هناك مجلس النميمه منعقد برئاسه منيره. منيره مش صاحبتي. هقول لك انت عشان تبقى اول واحد عرفت ان كاتب كتاب المدير على سميحه هيكون يوم الخميس اللي جاي. وانت عرفت منين؟ كان بيكلم مدير النادي في التليفون وبيتفق معاه على الحفل. عقبالك يا استاذ حسني. وعقبالك انت كمان يا سوزي. عقبالك اما تبقي نجمه مشهوره وتلاقي العريس اللي يستهلك. انا يئست من التمثيل والشهرة. افرض لقيت انسان بيحبني مش يبقى احسن؟ احسن طبعا. بس الانسان ده ظهر فجأة ولا كان موجود من زمان؟ هو كان موجود من زمان، معرفش ليه ظهر فجأة قصاد عينيا. في ناس كده دايما يحلموا بالمستحيل. اللي قصاد عينيهم رخيص واللي بعيد عنهم غالي. انت متأكد انه دلوقتي بعيد؟ يوم كاتب كتاب المدير هتشوفي خطيبته معاه. بتقول ايه؟ مدحت ابو الفدا هرب من المستشفى؟ يا مصيبتي، لا يقل عقله ويجي على هنا. هو بقى في عقل علشان يقله ولا يكبره؟ مش يمكن رجع من نفسه المستشفى تاني؟ انا ابن خالتي دكتور في مستشفى خاصه للامراض العصبيه، بيقول ان المرضى اللي بيعالجهم لما بيحسوا انهم محتاجين لمساعده بيرجعوا لوحدهم، بيخرجوا يرجعوا تاني من غير ما حد يجبرهم على كده. ايوه بس مدحت حالته اصعب من كده بكتير، ده الدكتور كان مانع زيارته. انا متاكده انه هيجي على هنا. يا نهار زي بعضه، انا في اجازه عارضه. باي باي. وبعدين بقى يا منيره، ايه تصرفات العيال دي؟ انا عيله وجبانه، قولوا عليا زي ما انتوا عايزين، بس انزل قبل ما يجي. يا ريته يجي، بدل ما احنا قاعدين نخمن نشوف حالته. اذا كان خف وبقى كويس خلاص ادينا اطمنا عليه، واذا كان لسه تعبان نقنعه انه يرجع المستشفى تاني. مين اللي يقنعه؟ مش انا. بالمناسبه انا افتكرت نكته. مره واحد مجنون كان بيتهيأ له انه قمح، كل ما يشوف شويه فراخ يموت من الرعب وبيترعش، يفتكر ان الفراخ هتاكله. دخل المستشفى وبعد فتره من العلاج الطويل جدا جاله الدكتور يساله، قال له ها ازاي حالك دلوقتي؟ لسه برضه فاكر انك قمحه؟ قال له يا دكتور قمحه ايه؟ انا راجل. قال له يعني خلاص اقتنعت انك انت مش قمحه؟ قال لا طبعا انا راجل مش قمحه. الدكتور اطمن وراح كاتب له على خروج، والدكتور بيوصله لغايه باب المستشفى. مره واحد بتاع فراخ المجنون اترعش واترعب وقال له الحقني يا دكتور الحقني الفراخ هتاكلني. قال له يا راجل انت مش خلاص اقتنعت انك انت مش قمحه؟ قال له ايوه يا دكتور انا اقتنعت بس الفراخ لسه ما اقتنعتش. هلو صباح الخير، انا جيت. اوبا ايه القمحه؟ ايه رايكم بقى في المفاجاه دي؟ مفاجاه هايله طبعا. ده احنا لسه كنا بنجيب في سيرتك حتى اسالهم. بالخير والله يا مدحت بالخير. بس يا خساره مش هقدر اقعد معاك لاني عندي تصوير خارجي. السلام عليكم. اقعد يا راجل اقعد شويه. فيها ايه لما التصوير يتاخر شويه او حتى يتلغي؟ على الاقل تبقى رحمت الناس من البكش اللي بتبكشوا عليهم كده ولا يا داود؟ طبعا طبعا يا استاذ مدحت، كلامك كله مظبوط وعين العقل. طب اصل الناس مستنيني في الشارع، انا هنزل اعتذر لهم وارجع لك تاني. السلام عليكم. وانا مستنيك هنا. براحتك. مادام قالك انه جاي يبقى هيجي على طول، ثواني ويكون هنا. هو انت معاك مدام سميحه ومدام دولت يسلوك لحد ما يجي. وانت رايحه فين؟ انا النهارده في اجازه عارضه،
بس اصلي جيت علشان هروح اجيب التموين، واصلي كنت نسيت البطاقه بتاعت التموين، فجيت علشان اخدها. مش كده يا مدام سميحه؟ لقيت البطاقة؟ لقيتها. هي فين؟ هي ايه؟ البطاقة. بطاقه ايه؟ التموين. وبعدين بقى يا منيره، ما تبطلي رغي بقى وتروحي تلحقي مكتب التموين قبل ما يقفل. برافو عليك يا سميحة، دايما بتتدخلي في الوقت المناسب.